الخطر الحقيقي ليس في سقوط القادة، بل في تردد الأكفاء عن التقدم للقيادة. في لحظات التاريخ الفاصل لا يكمن مأزقنا في قوة العدو، بل في اللحظة التي يخلو فيها الميدان من قائد حقيقي. في يوم الملحمة في معركة مؤتة كان جيش المسلمين يواجه الروم وهم أكثر عددا وعدة أضعافا مضاعفة، لكن يومها النظام كان دقيقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك القيادة للصدفة، بل رتب القيادة ترتيبا دقيقا. القائد زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. لا يجب أن يخلو مقعد القائد أبدا. وتبدأ المعركة والنبي عليه الصلاة والسلام يراها وهو في المدينة، ويروي للصحابة ما يحدث على بعد آلاف الأميال. يحمل الراية زيد ويقاتل حتى يستشهد، فتنتقل الراية إلى جعفر بن أبي طالب فيقاتل قتالا عجيبا، وتقطع يديه الاثنتين، ويحمل الراية بعضديه، وسمي لهذا جعفر الطائر، لأن الله أبدله بهما جناحين في الجنة. ثم يسقط شهيدا، ثم يحمله عبد الله بن رواحة فيتقدم بعد قليل من التردد، ويقاتل حتى يستشهد هو الآخر. في لحظات قليلة سقط القادة الثلاثة. هنا حدث أخطر ما يمكن أن يحدث في أي معركة، لحظة الفراغ. الراية بلا قائد، والجيش يواجه جيشا يفوق بشكل لا يسمح بالتفكير في القتال من الأساس، والثواني تحسب بعدد من يسقط شهيدا. لكن رجلا واحدا فهم خطورة تلك اللحظة. تقدم خالد بن الوليد، ألهمه ربي فتقدم، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي المعركة من المدينة: أخذ الراية سيف من سيوف الله، فسمي خالد منذ حينها سيف الله المسلول. لم يكن خالد ضمن ترتيب القيادة، لكنه كان يملك القلب الأقدر على حمل الراية. أعاد خالد تنظيم الصفوف، وحول المعركة من انهيار محتمل وهزيمة محققة إلى قتال مرعب، ومن ثم انسحاب منظم حافظ الجيش كله إلا من كتب ربك لقاءه. في حياة الأمم قد يسقط القادة وقد تسوء الظروف، قد يحدث فراغ مفاجئ، والخطر الحقيقي يا سادة ليس في سقوط القادة، بل في اللحظة التي يتردد فيها الأكفاء عن التقدم. فالفراغ إما أن يملأه القادرون أو تملأه الفوضى والانتهازيين، وهكذا يكتب التاريخ فصوله، فاختاروا أي فصل تريدون. والله غالب.